everyone, I hope that you are all doing well. إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد في اليونيت الأولى parts of speech. اليوم غادي نشوفوا ال prepositions، وكيف ما قلنا في الفيديو ديال introduction to parts of speech، ال prepositions ما عندهمش واحد القاعدة اللي كتحكمهم، ولكن في هذا الفيديو غنحاول ندير لهم واحد القاعدة. اوكي so let's get started. غنبداو بواحد التعريف على prepositions كما العادة. So prepositions show relationship in time, place and position كما قلنا. اوكي وبطبيعة الحال prepositions they come before noun, pronoun أو لا phrases. اوكي بطبيعة الحال prepositions غالبا كيجيو قبل noun أو لا واحد pronoun أو لا واحد phrase. اوكي غادي نشوفوا أول جروب معنا في prepositions اللي هما in, on, at و by. اوكي غنحاولوا نديروا واحد القاعدة. إذا نبداو دابا ب in. بالنسبة ل in مع time كتجي مع المانث. اوكي كتجي مع الشهور، مثلا in April, in September. اوكي وكتجي كذلك مع years. اوكي مثلا in 1999 in 1999 أو مثلا in 2020. اوكي كتجي كذلك مع years، وكتجي كذلك مع seasons مع الفصول ديال السنوات بحال summer, winter, spring for example in summer. اوكي وكتجي كذلك بمعنى during، بمعنى الا قلنا I will be home in 1 hour بحال قلتي I will be home during 1 hour. اذا هنا in كتجي كذلك بمعنى بحال السينونيم ديال during. اوكي فيما يخص البليس، فيما يخص الاماكن، فإن كتجي مع شي حاجه اللي closed. اوكي inside something or somewhere that is closed، مع شي حاجه اللي مغلقه. اوكي واحد الاماكن اللي مغلقه بحال مثلا room in this room. room واحد الحاجه اللي مغلقه، واحد المكان اللي مغلق. اوكي مثلا in this country داخل ديال هذا الكونتري in this country في هذه يعني حتى في العربيه كنقول فيه. اوكي in this book for example in that books داخل ديال هاد العلبة. اوكي اما فيما يخص transportations مواصلات فإن comes with small transportations كتجي مع دوك المواصلات اللي صغيرين بحال مثلا car, taxi و boat. كار طبيعة الحال كما كتعرفوا السيارة كتكون مغلقة، واحد الحاجة اللي مغلقه. اوكي ماشي بحال الطوبيس يعني كيكون كبير وكنقدروا نمشيو في الداخل ديالو بكل اريحيه، ولكن الطوموبيل كتكون واحد الحاجه اللي مغلقه بحال الروم. اوكي نفس الحاجه بالنسبه للطاكسي. وبالنسبه للبوت على حسب البوت اللي الا كنقصدوا بوت صغير فبطبيعه الحال غنستخدموا معاه ان، لان كاين بوت اللي صغير اللي كتقدر غير يعني تجلس فيه وتسوقو بطبيعه الحال، ولكن كاين داك البوت اللي كبير، داك القارب اللي كبير اللي كتقدر تحرك فيه بحال الطوبيس. اوكي اذا الا كنهضروا على القارب صغير فكنستخدم معاه in. اوكي نشوفوا examples. I'm in my boat right now. I usually travel in my car. اوكي ندوزو دابا للبريبوزيشن الاخرى اللي هي on. بالنسبه للتايم كنستخدموا on مع days of the week مع الايام ديال الاسبوع Monday, Friday, Sunday. Okay for example on Sunday, on Friday. I will meet you on Monday. اوكي كنستخدموا on فيما يخص time مع days of the week. on Christmas day. اوكي كما كتشوفوا هنا Christmas كاينه حدا كلمه day، اي حاجه اللي كتكون حدا كلمه day. اوكي بحال هنا Christmas day فغنستخدم معها on لانها كتشمل كلمه day او لا birthday. on weekend. اوكي حتى weekend كنستخدم معها on. شوفوا دابا بالنسبه للاماكن، بالنسبه للبليسز فيما يخص on it comes with some things that has a surface. كتجي مع الحوايج اللي عندهم واحد السطح. اوكي كما قلت لكم prepositions ما عندهمش واحد القاعده، ولكن كنحاول ندير واحد القاعده. اذا on كتجي مع فيما يخص البليسز مع شي حاجه اللي عندها السطح. اوكي عندها surface بحال مثلا floor. اوكي on the floor الارضيه عندها سطح. اوكي on the floor
بحال مثلا on the table. table حتى هي طابله عندها واحد السطح. اوكي اي حاجه عندها السطح كتستخدم معاها on. اوكي فيما يخص الاماكن. اولا مثلا on the garden. اوكي on the garden. اذا اي حاجه عندها السطح راه كتستخدم معاها on فيما يخص الاماكن. there is a lot of food on the table. اولا there is a cup of coffee on the table. فيما يخص transportations فكنستخدمو on with big transportations that you can walk on them. يعني مع دوك المواصلات اللي كبيره بحال الطوبيس كما قلت لكم اللي كتقدر تمشي في الداخل ديالهم بكل اريحيه، اللي كتقدر تتحرك في الداخل ديالهم بحال باص بحال بلين بحال شيب بحال ترين وبحال بوت. بوت الا كان كبير كما قلت لكم، الا كان صغير كنستخدم معاه in، الا كان كبير كنستخدم معاه on. اوكي for example on the boat on the plane. اوكي on the ship. كلشي هادو كنقدروا نتحركوا فوقهم كيف ما بغينا وعندهم واحد السطح. اوكي كنقدروا نمشيو فوقهم في الداخل ديالهم بكل اريحيه، ماشي بحال الطاكسي اوكي والطوموبيل ما كتقدرش تمشي في الداخل ديالهم، كتقدر تجلس يعني واحد المكان اللي مغلق. اما هادو مكان اللي مفتح اولا مواصلات اللي كبيره ومفتح يعني كتقدر تمشي في الداخل ديالها. اوكي I'm on the bus. اوكي ما نقولش I'm in the bus لان الباص واحد حاجه كبيره. اوكي نقول I'm on the bus. اوكي فيما يخص البريبوزيشن الاخرى اللي هي at we use at just with time and place. كنستخدموا at مع time و place ما كنستخدموهاش مع transportations. اوكي اذا فيما يخص time كنستخدموا at with a specific time مع واحد specific time بحال مثلا at 6:30 PM يعني هذا واحد specific time واحد الوقت اللي محدد مضبوط. اوكي at 12 o'clock. اوكي I will meet you at 7 o'clock PM tomorrow. اوكي مع specific time كنستخدموا at فيما يخص time مع specific time واحد الوقت اللي محدد. وكنستخدموها كذلك مع كلمه night مع كلمه night وكلمه weekend كما شفتوا من قبل بان استخدمنا on كذلك مع كلمه weekend وكذلك at كنستخدمها مع كلمه weekend. اوكي بالنسبه للامريكيين كيستخدموا on مع weekend والبريطانيين هما اللي كيستخدموا at مع كلمه weekend. اوكي ولكن حسن انكم تستخدموا دائما on مع كلمه weekend. اوكي دائما استخدموا on احسن مع كلمه weekend مع ان حتى at الا استخدمها مع كلمه weekend فهي صحيحه ولكن on حسن يعني. اوكي سو كنقولوا مثلا at night و at weekend. اذا هاد جوج كلمات هما كنستخدم معاهم at فيما يخص time. فيما يخص البليس كنستخدموا at with a specific place. اوكي فيما يخص هاد specific place غير هادو اللي غنوريكم حفظوهم يعني وخلوهم في عقلكم يعني عقلوا عليهم. اوكي لان ما كاينش قاعده محكمه للبريبوزيشنز وكاين بزاف ديال البريبوزيشنز ماشي غير هاد البريبوزيشنز اللي غادي نشوفوا في هاد الفيديو. اوكي اذا مثلا at school. اوكي هذه دائما كنقولوا at school at the party at the cinema at work at home. اوكي دائما هادو كنستخدموا مع at هادو خاصهم الحفظ. اوكي ندوزو البريبوزيشن الاخرى اللي هي by. ما يخص by مع time كنستخدموها with a time that is not specific مع واحد الوقت اللي ماشي محدد. نشوفوا مثال I will get back home by 6 PM. اوكي مين كنقول I will get home by 6 PM يعني ممكن يجي مع destination ممكن لا يعني هذا الوقت ماشي محدد ماشي مضبوط. اوكي ولكن الا قلت I will get home on 6 PM. اوكي ولا عفوا at 6 PM عفوا الا قلت I will get home at 6 PM يعني غنجيب بالضبط مع destination. اوكي ولكن الا استخدمت by الا قلت I will get back home by 6 PM يعني ممكن يجي مع destination ممكن لا وغالبا هاد باي غتليق معنا حنا المغاربه لاننا حنا كنقولوا غنجي مع destination ما كنجيو حتى 8 نيشان. اذا بلا ما تستخدموا at استخدموا ديريكت باي حنا مغاربه. اوكي شوفوا مثال مع البليسز. باي مع البليسز كتجي بمعنى close to near to beside او next to يعني بحال كتجي بمعنى السينونيم ديال هاد الكلمات هادو اللي كتشوفوا هنا. اوكي نشوفوا مثال I'm standing by the car. الا قلت I'm standing by the car بحال الا قلت I'm standing next to the car ولا بحال الا قلت I'm standing near to the car. اذا كتجي بمعنى بحال السينونيم ديال هاد الكلمات هادو اللي كتشوفوا هنا. اوكي
نشوفوا مع transportations. مع transportations كتجي باي باش تجاوبنا على هذا السؤال هذا اللي هو how did you get here، يعني كيفاش جيتي هنا، اشنو هي الوسيله اللي استخدمتي باش انك توصل لهاد البلاصه هذه، يعني المواصلات اللي استخدمتي. I came here by bus. I came here by bus. إذا هي كتجاوب لنا على هذا السؤال هذا how did you get here. I came here by bus يعني يعني اشنو استخدمتي باش تجي هنا، شنو المواصلات اللي استخدمتي، الطوموبيل، الطياره، باش انك تجي لهنا. اوكي يعني كنحاول نديروا قاعده للبريبوزيشنز. اوكي اصبروا معنا، كون كانت اليوم قاعده ما غاديش نبقاو نتعمقوا في هذا الشيء كامل، ولكن للاسف ما عندهمش واحد القاعده محكمه. I came here by bus بحال قلتي I came here using bus، يعني how did you get here. I came here by bus. اوكي how did you get here. I came here by train. اوكي نشوفوا الجروب الثاني ديال prepositions اللي معنا في هذا الفيديو اللي هما of, from و about. بالنسبه للبريبوزيشنز هادو ساهلين بزاف. نشوفوا دابا of كنستخدموها مع البوزيشن، يعني هادو بعدا عندهم واحد الاستخدام واحد، ماشي بحال in on at و by، يعني عندهم بزاف الاستخدامات معقدين شويه. of كنستخدموها مع البوزيشن مع الملكيه. اوكي مثلا he is a friend of mine يعني صديقي، of mine يعني صديقي انا. بطبيعه الحال هذه الجمله هذه ما كيستخدموهاش بزاف native speakers، كيقولوا he is my friend بكل بساطه، ولكن غنجيب لكم هذه المثال باش نوضح لكم الامور. اوكي اذا كنستخدموا of للملكيه he is a friend of mine بحال قلتي he is my friend. اوكي اذا of كنستخدموها البوزيشن الملكيه. نشوفوا مثال اخر the title of the book is great. the title ديال هذا الكتاب التايتل ديال. اوكي اذا اوف هنا كنستخدمها الملكيه بمعنى ديال. وعندنا كذلك preposition الثانيه اللي هي from اللي كنستخدموها للسورس او للاوريجين المصدر. اوكي نشوف مثال I'm from Morocco. I'm from Morocco. اوكي يعني الاصل ديالك من المغرب. اوكي This quote is from a book I read yesterday. اوكي اذا الاصل او السورس او المصدر ديال هاد الكوت هذه من واحد الكتاب اللي قريت البارح. اوكي اذا كنستخدموا from للسورس او للاوريجين. اوكي وعندنا البريبوزيشن الاخرى اللي هي about اللي هي كتعني عن. اوكي هذه ما تحتاج شرح، بسيطه. We were just talking about you كنا كنهضروا عليك عنك. اوكي the movie was about World War II. I'm thinking about making a video about that subject. اوكي نشوفوا الجروب الثالث اللي معنا في هذا الفيديو ديال prepositions اللي هما for و with. بالنسبه لفور كنستخدموها مع الدوريشن، مع نعبروا على المده، وكنستخدموها بمعنى for something او for someone يعني من اجل شخص ما او لا من اجل شيء ما. نشوفوا امثله مع الدوريشن I have been studying for 3 hours. اذا هنا جات for باش تورينا واحد المده، واحد الدوريشن ديال واحد الحدث. اوكي I have been studying here how much time for 3 hours. اوكي اذا كتورينا واحد المده ديال واحد الحدث duration. I have studied for 3 hours. اذا هنا نفس المثال. نشوفوا دابا ملي كنستخدموها بمعنى من اجل شيء ما او من اجل شخص ما. She is studying hard for the final exam. اذا هنا هي كتحفظ مزيان ولا كترجع مزيان على قبل او من اجل الامتحان النهائي. اوكي I'm so happy for you. انا سعيد جدا من اجلك. اوكي اذا كنستخدموا for كذلك بمعنى من اجل شيء ما او من اجل شخص ما. شوفوا مثال اللي كيجمعوا He has worked for this company for 5 years. He has worked من أجل هذه الشركة لمدة 5 years. أوكي إذا كنستخدموا for duration المدة، وكنستخدموا بمعنى من أجل شيء ما أو من أجل شخص ما. أوكي عندنا البريبوزيشن الأخرى اللي هي with كنستخدمها بمعنى with something أو with someone مع شخص ما أو مع شيء ما، وكذلك بمعنى by something يعني using something، وغالبا كتكون هذه الحاجه هذه طول. غنشوفوا امثله باش نفهموا اكثر. نشوفوا دابا ملي كنستخدموها بمعنى مع شيء ما او مع شخص ما، كتبان لنا البريبوزيشن حتى هي سهله بحال about. does it come with an extra camera؟ واش كتجي مع extra camera عفوا extra battery.
I will come with my friend. غنجي مع الصديق ديالي. اذا هذه سهله بزاف هاد البريبوزيشن. هنا كتجي بمعنى by something، وغالبا هاد something كتكون واحد الطول، واحد الاداه. شوفوا مثال I'm shooting this video with a camera like this. with a camera like this. اوكي by this camera يعني انا كنصور باستخدام، بحال قلتو باستخدام هذه الكاميرا بحال هكا، يعني with a camera بحال قلتو باستخدام. اوكي I'm recording sound with this mic. He stood in front of the audience with confidence. هو واقف قدام الجمهور بثقة. هنا جايه بمعنى بي. اوكي اما كتجي بمعنى باستخدام او لا مع او لا بي. اوكي شوفوا الجروب الرابع اللي معنا في هذه السلسله، عفوا الفيديو ديال prepositions، هما ساهلين بزاف. under in front of behind next to between ساهلين بزاف، ولكن ماشي مشكل نعاودو نشوفوهم في هذا الفيديو. اذا اول وحده اللي هي under. for example the pen is under the notebook. اذا كما كتشوفوا هنا pen is under the notebook، تحت النوتبوك. اوكي pen is تحت is under the notebook. عندنا preposition الاخرى هي in front of. the pen is in front of the notebook. البان ديالنا اللي هو قدام النوتبوك. in front of. behind اللي هي مورا، يعني the pen is behind the notebook. كما كتشوفوا هنا the pen is behind the notebook. next to بجانب، يعني the pen is next to the notebook. كما كتشوفوا هنا pen راه كاين next to the notebook. هنا كما كتشوفوا قلنا behind هو behind مورا النوتبوك، ولكن بعيد عليها شويه. وكذلك هنا in front هو قدامه ولكن بعيد عليها شويه عفوا. اوكي ولكن كنقول نيكست تو كيكون حداها، غالبا كيكون حداها، كيكون بعيد عليها بشويه، يعني كيكون شي واحد مسافه كبيره ما بيناتهم. اوكي وعندنا اخر preposition في هذا الفيديو اللي هو between. the pen is between the notebook and the glasses. اوكي كما كتشوفوا هنا بان البان ديالنا كاين between the notebook، ما بين النوتبوك وما بين the glasses. اوكي so thank you and see you later.